الحكاية بتكمل مع بيتر باركر اللي أخيرا وازن بين حياته كسبايدر مان وبين حياته الشخصية، والمدينة بتكون أهدى والجرايم قلت. بيروح بيتر علشان يحضر مسرحية حبيبته ماري جين، وبيشوف إن صاحبه هاري وسط الجمهور حاضر هو كمان الحفلة. وبعد المسرحية ما خلصت بيجري بيتر يلحقه وبيحاول يشرح له إنه ملوش ذنب في موت أبوه، لكن هاري بيمشي ومش بيسمعه. بيرجع هاري بيته وبيستخدم نفس العقار اللي أبوه طوره علشان يبقى العفريت الأخضر. بنشوف بعدها بيتر وهو عامل شبكة عنكبوت ونايم عليها هو وماري جين، وبينزل نيزك من الفضاء في مادة سوداء لزجة غريبة. بنتفاجئ ان المادة بتتحرك وبتطلع على الموتوسيكل بتاع بيتر. بنشوف بعدها شخص بيجري من الشرطة، الشخص ده بيكون ساند مان او رجل الرمل. بيروح بيته علشان يشوف بنته، لكن مراته بتشوفه وبتقول له يسيبهم في حالهم بعد كل اللي عملوا فيهم. بيغضب من كلامها وبيروح يسلم على بنته وبتحضنه وبتديله سلسلة ذكرى منها، وبعدها بيمشي. بنشوف بيتر وهو عند مرات عمه وبيقول لها انه هيطلب ايد ماري جين للجواز، فبتفرح جدا وبتحضنه وبتبارك له وبتديله خاتم جوازها اللي عمه زمان استخدمه وهو بيتقدم ليها علشان يقدمه لماري جين. بيفرح جدا بيتر وبينزل من عندها راكب موتوسيكله علشان يروح، بس بيهجم عليه هاري فجأة وبياخده وبيطير بالزلاجة وبيبتدي ضرب فيه عشان نشوف ان بقى هو كمان العفريت الاخضر زي ابوه نورمان وطور بدله واسلحة احدث. بيتر بيرفض يرد له الضرب لان هاري صاحبه، وبيفضل يحاول يشرح له انه ما قتلش ابوه وان ابوه قتل نفسه. طبعا هاري مش بيصدقه وبيكمل ضرب فيه لحد ما بيتر بيستكفى وبيبتدي يتحرك ويجري منه، وبعدين عمل له كمين بالشبك. هاري خبط فيه ووقع بين العماير وفقد الوعي. بيلحقوا بيتر وبيوديه المستشفى. بنشوف بعدها شخص بيجري من شرطة السجن اللي هرب منه وبيقع في جهاز كله رملة بيتعمل فيه اختبارات وبيبدأ يدور، وبنلاقي ايد وصوابع الشخص ده بتتحول لرملة. بنرجع لهاري في المستشفى، بيكون فاقد الذاكرة ومش فاكر اي حاجة. بيدخل بيتر يطمن عليه وبيتأكد ان فعلا هاري ناسي كل حاجة. بعدين ماري جين بتدخل هي كمان تطمن على هاري، وبيمشوا سوا هي وبيتر بعد ما اطمنوا على هاري. ولما بيروحوا بتعاتب ماري بيتر ان دوره كسبايدر مان واخد كل يومه وبتمشي وهي متضايقه. بنشوف بعدين سواق ونش وهو بيفقد السيطره عليه، وبيبدا الونش يحرك الحديد اللي عليه تجاه العماير ويدمر فيها. ومن ضمن الناس دي كانت جوين ستايسي بنت العمده وزميله بيتر في الجامعه، وبتكون خلاص هتقع من المبنى، لكن بيظهر سبايدر مان وبينقذها على اخر لحظه وبينزلها على الارض في الشارع علشان يروح للصحيفة يوصل صور سبايدر مان، لكن ايدي كان وصل قبله يسلم هو كمان الصور. فبيقول جيمسون رئيس التحرير انه مش هيشغل اكتر من واحد، واللي عايز الشغلانة يجيب صور لسبايدر مان بينفذ جريمة او حاجة غير طبيعية هو اللي هيشتغل معاهم. بنشوف بعدها بيتر وهو واخد هاري بيوصله بيته، وجاب له كرة سلة هدية بمناسبة انه خف ورجع البيت. بنروح بعدين لماري جين وهي رايحة المسرح اللي بتعمل فيه مسرحيتها، وبنتفاجئ بالمخرج انه استبدلها بممثلة تانية وبيطردها بعدها وبتمشي وهي زعلانة ومتضايقة. بيروح بيتر يغطي احتفال لتكريم سبايدر مان، وكان موجود ايدي وستايسي وماري جين، وبيتكلم مع ماري جين وبتقول له يروح يجهز علشان يتكرم. ووسط هتافات الجمهور بيظهر سبايدر مان وبيروح على المسرح، وبتكون في انتظار تقديمه جوين ستايسي وبتمشي وبتسيب الاحتفال. بعدين بنشوف ساند مان وهو ماشي في الشارع، فبيتعرف عليه 2 ضباط وبيحاولوا يوقفوه، فبيتحول لساند مان وبيضربهم. بعدها بيحاول يسطو على عربية بنك بتنقل فلوس وبيضربهم وبيسرق الفلوس. وقبل ما يهرب بيوصل سبايدر مان علشان يوقفه وبيضربه في بطنه، بس ايده بتعدي للناحية التانية وبيستغرب جدا. بيكملوا ضرب في بعض وبيقلق ساند مان وبيضطر يتحول لرملة ويهرب من غير ما ياخد الفلوس. بنشوف بيتر مستني ماري جين في مطعم فاخر علشان يطلب ايديها للجواز، وبيدي الخاتم للويتر علشان يحطه في مشروبها ويعمل لها مفاجأة. بتوصل ماري جين وبيقوم بيتر يسحب لها الكرسي. بيكونوا في لحظة رومانسية لما ظهرت جوين ستايسي وسلمت على بيتر، وماري جين زعلت واتضايقت علشان افتكرت اللي حصل في الاحتفال وقامت مشيت. وبعدها بتستدعي الشرطة بيتر ومرات عمه وبيفهموهم ان اللي قتل عمه ما كانش الراجل اللي سرق فلوس المصارعة زمان، وبيعرضوا عليهم صورة القاتل الحقيقي. وبينصدم بيتر لما بيشوف الصورة وبيعرف انه ساند مان. بيوصل بيتر البيت وبيقعد جنب راديو الشرطة مستني اي خبر عن ساند مان، وبتجيله ماري جين علشان تواسيه.
فبيكلمها بيتر بطريقة وحشة وبيطلب منها تمشي، وبيرجع يقعد في استعداد جنب الراديو وبيلبس البدلة وبينام بيها استعدادا لأي جديد. ووقت ما هو نايم المادة السوداء اللزجة اللي نزلت من النيزك اللي كانت على الموتوسيكل بتاعه بتختلط بيه وهو نايم، وبيتحول لون البدلة للأسود. وبيصحى بيتر وبيحس إحساس غريب، وبعد ما اختلطت المادة بالبدلة وبجسمه حس بيتر بقوة رهيبة وابتدى يتنطط بين المباني ويطير. تاني يوم بياخد بيتر عينة من البدلة وبيروح للدكتور بتاعه يسأله عنها، فبيقول له الدكتور ان ده طفيلي وانه علشان يفضل عايش لازم يتصل بجسم بشري، لكن ما نعرفش ممكن تعمل ايه. بيرجع بيتر البيت وبيسمع خبر من الراديو عن ساندمان، فبيلبس البدلة السوداء وبيوصل بسرعة لمكان ساندمان، وبيقابل هناك ايدي بروك الصحفي وبيحاول يصوره، لكن سبايدر مان بيتعصب عليه جدا لدرجة انه بيكسر له الكاميرا بتاعته، وبيدخل لساند مان وبيتقاتلوا في نفق المترو. وبيكون سبايدر مان قوي جدا واكثر ليونة ومهارة بسبب البدلة الجديدة، لكن ساند مان مش بيتأثر، وكل ما يفقد جزء من جسمه بيعوضه تاني. بيلاحظ سبايدر مان تأثير المياه على ساند مان، وبيلاحظ وجود خزان مية، فبيفتحوا عليه وبيفتكر انه خلاص خلص من ساند مان وقتله. بيرجع البيت وبيقلع البدلة وبيكتشف ان البدلة ليها تأثير سلبي عليه وبتخليه عنيف اكتر وغير مسؤول، فبيشيلها في صندوق وبيقفل عليها. وبعدين بيروح لمرات عمه وبيقول لها ان الشخص اللي قتل عمه سبايدر مان قتله، فبتقول له ان سبايدر مان مش بيقتل الناس. بننقل على ماري جين وهي بتدور على شغل بعد ما اتطردت من المسرح، وبترجع تاني لشغل الجرسونة وبتفكر تتصل ببيتر، لكن بتغير رأيها لانه مش مهتم بيها، وبتتصل بهاري وبتطلب منه يتقابلوا ويتكلموا، وبتروح له البيت وبتحس ان اللي بتعمله ده غلط وبتمشي بسرعة. هاري بيشوف صورة ابوه نورمان وبيسمع صوت العفريت الاخضر بيكلمه، وبترجع له الذاكرة وبيفتكر كل حاجة وان سبايدر مان هو اللي قتل ابوه. بيلبس البدلة وبيروح لماري جين بيتها وبيهددها انه هيقتلها لو ما عملتش اللي هيقول لها عليه، فبيأمرها تتصل ببيتر وتقول له يقابلها تاني يوم. وفعلا اتقابلوا تاني يوم في السنترال بارك، وبتقول له انها بطلت تحبه وانها بتحب شخص تاني وانهم لازم ينفصلوا. وبيحاول بيتر يهديها ويقول لها انه كان عايز يطلب ايديها للجواز، وبيوريها بيتر الخاتم اللي كان عايز يديهولها في المطعم، لكنها بتمشي وتسيبه وتقول له انها اسفة. بنشوف هاري واقف من بعيد بيتفرج، وبيكون هو اللي قال لها تعمل كده علشان يكسر قلبه ويبقى ضعيف وينتقم منه. بعدها هاري بيقابل بيتر في كافيه، وبيقول له هاري ان الشخص اللي ماري جين بتحبه يبقى هو، وبيفضل يستفزه بالكلام، فبيسيبه بيتر وبيمشي. وبعد ما بيعدي الشارع بيشوف ان هاري تصرفاته غريبة ومختلفة. بيروح بيتر بيته وبيفكر ازاي ينتقم من هاري، وبيلبس البدلة السوداء وبيروح لهاري بيته، وبيفضل هاري يستفز فيه لحد ما بيتخانقوا، لكن بيتر بالبدلة السوداء بيكون اقوى بكتير وهاري مش قادر عليه، وبيضربوا بيتر لحد ما هاري بيبقى مش قادر يقوم، وبيديله ظهره علشان يمشي، فبيحدف عليه هاري قنبلة، لكن بيتر بيحس بيها بحاسة العنكبوت وبيرميها على هاري تاني وبتنفجر فيه. بيشوف بعدها بيتر صور متفبركة لسبايدر مان في الجرايد وهو بيعمل جرايم، وبيعرف ان ايدي هو اللي عملها، وبيغضب جدا وبيروح الجريدة وبيحاول يضربه وبيخبطه في الحيطة قدام كل الناس، وبيقول له انه عارف انه مفبرك الصور وان معاه الاصل. فبيطلب ايدي من بيتر انه ما يقولش لحد علشان ما يتفصلش من شغله، لكن بيتر مش بيسمع لكلامه وبيقول لرئيس التحرير فبيفصله. وبينزل اعتذار رسمي في الجريدة لسبايدر مان عن الصور المتفبركة. بنشوف بعدها ساند مان وهو لسه عايش وقدر يطلع من المية بعد ما تحول لطينة، وبعدين نشف ورجع رملة زي الأول، وبيقرر ينتقم من سبايدر مان. بعدها بنشوف بيتر وهو واخد جوين يعزمها في المطعم اللي شغالة فيه ماري جين علشان يغيظها، ولكن بتاخد بالها جوين انه بيستغلها علشان يضايق ماري جين، وبتتعصب جدا بس بتروح تعتذر لماري وتقول لها انها ما كانتش تعرف وبتسيبه وبتمشي. بعدها بنشوفه لابس البدلة السوداء فوق كنيسة وبيربط الأحداث ببعض، وبيعرف إن البدلة بتخليه يفكر بعنف واندفاعية بدون تفكير، وبيقرر يتخلص منها نهائي. وفي نفس الكنيسة بيكون إيدي بيدعي إن بيتر تتأذي حياته وتتدمر زي ما دمر حياته. بيحاول بيتر يشيل المادة السوداء من البدلة، لكن مش بيعرف إنها ملتصقة فيها، وبالغلط بيخبط في الجرس
وبتتأثر المادة السوداء بالصوت العالي وبتستجيب لمقاومة بيتر وبينجح يشيلها من عليه. بيسمع إيدي الصوت وبيروح يشوف اللي بيحصل، وبيشوف بيتر وهو بيشيل الطفيلي من عليه، وبيعرف إن سبايدر مان هو بيتر باركر. بيقع الطفيلي على إيده وبيلتصق بيه وبيتحد بجسمه وبيتحول لفينوم وبيبدأ يطير في الشوارع زي سبايدر مان، وبيوقفه ساند مان وبيضربه وبيكون خلاص هيقتله، لكن مش بيعمل كده لأنه بيشوف إنه مختلف وإنه مش سبايدر مان زي ما كان فاكر، وبيقول له بما إنه عايز ينتقم من سبايدر مان فلازم يتحدوا سوا لأنهم هما الاتنين بيكرهوه. وفعلا بيقتنع ساند مان وبيخطفوا ماري جين وبيعلقوها في تاكسي في الهوا، وبيكتب فينوم بالمادة السوداء إنهم عايزين سبايدر مان يجي ينقذها. وبيشوف بيتر اللي بيحصل من قناة الأخبار وبيرجع بيته يطلع بدلته القديمة وبيروح لهاري علشان يطلب مساعدته لأنه مش هيقدر عليهم لوحده. وبيبصله هاري وبيشوف بيتر وشه اللي اتحرق بسبب القنبلة وبيحس بيتر بالذنب وبيعتذر له، لكن هاري بيرفض وبيطرده. بعدها بيظهر مساعد نورمان وبيقول لهاري إن سبايدر مان مش هو اللي قتل أبوه، وإن يوم موت أبوه هو اللي نظف جرحه، وإن الجرح كان من الرمح بتاع الزلاجة بتاعته. بنشوف سبايدر مان وصل لمكان الحادثة وبيحاول ينقذ ماري جين، لكن بيهجم عليه إيدي بروك اللي بقى قوي جدا، وبيتر مش عارف يقاومه بعد ما تحول لفينوم. بيظهر ساند مان وهو ضخم وبيضرب سبايدر مان، وفينوم بيكون ربطه بالشبكة من رقبته ومثبته وبيكون خلاص هيموته، لكن بيظهر هاري وبيرمي عليهم قنبلة وبينقذ صاحبه، وبيتحدوا مع بعض لحد ما هاري بيروح ينقذ ماري جين وسبايدر مان بيقاتل فينوم، لكن فينوم كان قوي جدا وخصوصا ان نية ايدي هي الشر، والطفيلي بيساعد الشرير يبقى اقوى. وبيربط بيتر في المبنى من ايده ورجله وبيجيب سلاح حديد وكان خلاص هيقتله، بس بيجي قدامه هاري ياخد الطعنة مكانه وبيصرخ بيتر بغضب وبيفك نفسه، وبيلاحظ ان فينوم بيتأثر بالصوت وبيفتكر لما كان في الكنيسة وخبط في الجرس، فبيجيب حديد من اللي بيستخدموه في بناء المباني اللي هم كانوا فيه وبيثبتهم حوالين فينوم، وبيبدأ يخبط عليهم ويعمل صوت عالي لحد ما بيفصل ايدي من فينوم وبيرمي قنبلة على فينوم علشان يقتله، لكن ايدي بيحاول يلحقها علشان ينقذ الطفيلي وبيتحد معاه الطفيلي تاني، وبتدخل القنبلة معاهم وبيموتوا سوا. بيجي بعدها ساند مان وبيعتذر لبيتر عن موت عمه وبيفهمه اللي حصل وإن صاحبه كان هو السبب، وإنه كان واقف مع عمه اللي كان بيقنعه يمشي يروح ويسيب المسدس، لكن صاحبه كان بيجري وخبطه فالمسدس ضرب بالغلط، وإنه كان مضطر يسرق علشان بنته اللي بتموت، وعشان كده كان بيحاول يسرق البنك وبيطلب من بيتر يسامحه، وبالفعل بيتر بيسامحه. بيروح بيتر لهاري اللي بيموت وبيكلمه بيتر وهو خايف على صاحبه وبيحاول يهديه، لكن بيطلب هاري يسامحه انه حاول يقتله وانه كان بيأذيه علشان افتكر انه قتل ابوه، وبيوصيه على ماري جين وبيموت على ايده، وبينهار بيتر على موت صاحب عمره. بنشوف بيتر تاني يوم في جنازة هاري وسط حزن الاهل والاصدقاء. بعدها بفترة بيتر رجع لماري جين وبيكملوا حياتهم مع بعض. وبكده تكون نهاية الجزء الثالث من سلسلة توبي ماجواير. بنتمنى يكون عجبكم ملخص السلسلة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين نقدمه المرة الجاية. سلام.